اسمك ايه؟ منين؟ 3 نقاط قوة عنك. الأسئلة دي بتبقى فارقة جدا في قاعة التدريب في بداية اليوم. أي حد بيدخل عليا قاعة التدريب لازم أنا أسأله اسمه ايه، وانطق اسمه كذا مرة في القاعة، واعرف هو منين، مش من أي محافظة، من أنهي مركز في المحافظة كمان، وأسأله عن نقاط قوته. الأسئلة بتخلي الناس دايما انجيجد معاك طول الوقت في قاعة التدريب. بضرب الأمثلة حية وواقعية عن كل واحد حسب مكانه وقريته، الناس بتنطق المفردات أو المشاكل إزاي في المنطقة اللي هو فيها. لما بيتوه عني او يسرح في موبايل وان ده اسمه بلطف، الناس بتحس ان انا مهتم بيهم حقيقي وفعلي. موضوع نقاط القوة عن كل واحد، 90% من الناس مش عارفة نقاط قوتها. تبقى فرصة ان انا استكشف له نقاط قوته وازاي يفعلها في الفيلد على طول. تاني حاجة بيتر دركر بيقولك عشان تتميز في الحياة لازم تشتغل من خلال نقاط قوتك اللي الناس مش عارفاها، فبساعده ازاي يتميز اكتر. كمان عمليا مستحيل ان الناس تقوم بنفس المهارات بنفس الكفاءة. طيب كل واحد عنده الكومبتنسز اللي تقومه وتنجحه، وانا عندي مهارات لازم ان الناس تشتغل بيها. فانا بعمل تيلرنج او بفصل المهارة بناء على نقاط كل واحد. يعني الانطوائي عشان يفتح حوار مع الدكتور او مع اي عامل عايز يتعامل معاه مش هيكون ابدا زي الاجتماعي، والعكس في الاستماع. فبناء عليه اعمل تيلرنج، الكلوزنج، الاوبننج، مهما كانت المهاره مع اللي انا محتاج ادربها. فكل واحد لازم تتفصل له المهاره على قدراته هو، فبالتالي بيقدر يعملها باريحيه وينطلق فيها. فمهم جدا عشان ما يفشلش التدريب، لازم يكون التدريب بتاعك ليرنر سنتريك تريننج.